ورسميا وبعد طول انتظار أسفرت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية عن مجموعات نارية ومواجهات قوية تنتظر جميع الأندية المشاركة. القرعة وزعت 12 ناديا إلى 3 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة. ممثل الكرة اليمنية الوحيد نادي شعب حضرموت وقع في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. أكيد بأن المهمة لن تكون سهلة أمام أسماء كبيرة، لكن شعب حضرموت لا يدخل هذه البطولة من أجل المشاركة فقط، بل يدخل ويحمل هم جماهيره وحلم اليمن بأكمله. أما عن المجموعة الثانية فضمت النصر الإماراتي وقطر القطري والزوراء العراقي والرافع البحريني في صراع قوي لا يقل إثارة. وفي المجموعة الثالثة والأخيرة يتواجد الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وإربيل العراقي وكاظم الكويتي. 3 مجموعات نارية ب12 ناديا وطموح واحد نحو المجد الخليجي. ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع شعب حضرموت ممثل اليمن الوحيد كتابة التاريخ ورفع اسم اليمن عاليا في هذه البطولة؟ وأكيد كلنا خلف النوارس وكلنا خلف ممثل الوطن الوحيد. بالتوفيق للنوارس وإن شاء الله ظهور مشرف.